الصلبه اللي موجوده عامل زي الفلتر بتاع السيجاره بالظبط كده، بيفضي لك بيصفي لك كل العوالق بتاعتك تحت، وبتطلع بعد كده من هنا من الماسوره ديت صافيه من غير اي عوالق صلبه. وده عند الفايز، الفايز ده كل 4 5 ايام، كل 10 ايام على حسب كميه الرواسب الموجوده عندي، بفتحه كده بيطلع لي الرواسب بتاعتي من هنا. فانا كده بعد ما بتطلع كلها بقوم قافل تاني. عندي بقى فاضي كده انا خلاص من الرواسب الصلبه اللي موجوده عندي في الميه، عايز اخلص من الامونيا اللي موجوده. الامونيا دي عباره عن غاز موجود في قلب الميه وغاز سامي جدا. لما بيطلع هنا اهوت على الحصى ده، اي مكان في الدنيا فيه جميع انواع البكتيريا. انا كل اللي يهمني من انواع البكتيريا دي كلها هو نوع واحد اسمها بكتيريا النيتروجين. البكتيريا النيتروجين دي عباره عن نوعين من البكتيريا مع بعض، دايما مدمجين مع بعض ودايما عايشين مع بعض. حاجه اسمها نيتروباكتر وحاجه اسمها نيتروسوموناس. النيتروسوموناس دي اول حاجه هي بتتعامل مع الامونيا دي. بتستلم الامونيا، بتاكسد جزء منها، بتحولها من امونيا لحاجه اسمها نيتريت، والنيتريت هو كمان في حد ذاته سام وغلط على السم. تستلمها بعديها على طول النيتروباكتر. النيتروباكتر تستلم النيتروسوموناس النيتريت ده وتاكسد كمان جزء منه فتحول الى نترات. في الاخر النترات ديت السمك يقدر يتحملها لحد 400 مللي جرام في اللتر مكعب. فبالتالي النترات دي كميتها تستحملها السمك، ترجع تاني طبعا لما بتيجي نوت الميه بتعدي الامونيا، البكتيريا بقى بتتكون كلها نوت على الاسطح دي كلها. انا كل ما كان عندي كميه الاسطح كبيره كل ما كان عندي مستعمره بكتيريا كبيره. المستعمره دي ما بتبقاش ما بين يوم وليله. الامونيا لما بتيجي ده الغذاء بتاع النيتروباكتر، وهو ده اللي بينميها وبينشطها لانها بتبقى ان اكتف قبل وهي موجوده في الجو كده بيلعب امونيا. اول ما بتيجي تتعامل مع الامونيا بتبقى نشطه وبتبتدي تتكاثر على المسطحات دي كلها اللي موجوده في الحصى ده كله. يبقى انا عن طريق الحصى ده وصلت لاكبر قدر من المسطح علشان يبقى عندي كميه بكتيريا كتيره جدا تقدر تتعامل مع الامونيا اللي موجوده. عندي هنا البلسيفون ده هو بقى ده اللي بيوفر لي الاكسجين للبكتيريا الموجوده. احنا عارفين البكتيريا عشان تنمو هتستهلك اكسجين، فبالتالي هتنقص الاكسجين الموجود في قلب الميه، ده هيبقى ضر بالاسماك لانها بتنافسه، فلازم يكون في مصدر اكسجين عندي دايما يغذي الكل. انا عندي كده ديت السكريات اللي هي بتديني بتضخ هواء في قلب الميه علشان تغذي لي الميه بالاكسجين، واللي يقدر الاسماك تستنشق الاكسجين من قلب الميه. لكن هنا الميه بتفضل ترتفع لحد منسوب البلسيفون لحد اقصى حاجه فيه. اول ما بتوصل للجزء العالي فوق بتبقى تقريبا على وش الميه دوت، تبتدي فرق الضغط ما بين فوق وتحت بيخلي لي الميه كلها تنزل مره واحده، فبالتالي الميه طلعت وغطت الزلط ده كله بالامونيا، فبالتالي غذت البكتيريا ونشطت اكتر، كل يوم بتنمو اكتر. وفي نفس الوقت لما نزلت كلها مره واحده الهواء الجوي ده حل مكان الميه، فبالتالي غذالي البكتيريا كلها بالاكسجين. فبالتالي عمليه ارتفاع الميه وهبوطها مره واحده وارتفاع الميه وهبوطها بيخلي الامونيا تغذي مره البكتيريا والاكسجين مره يغذي البكتيريا بالاكسجين وهكذا. يبقى بالتالي في الوحده دي انا عندي مصدر، عندي وحده فلتره ميكانيكيه، عندي وحده فلتره بيولوجيه، بحافظ دايما على جوده الميه، ودي اهم حاجه عندي. بحافظ على جوده الميه عن طريق ان انا افلتر المواد الصلبه اللي موجوده وافلتر الامونيا اللي موجوده، وبالتالي احافظ على معامل نمو السمك، احافظ على درجه الحراره بتاعته، ازود كل من 5 ايام ل 6 ايام الميه. ليه؟ الميه بتنقص ما بين 3% ل 5% يوميا عن طريق البخار بتاع الميه على حسب درجات الحراره. في الصيف بتبقى 5%، في الشتاء طبعا بتبقى حوالي 1-2% من كميه الميه، فلازم اعوضها كل حوالي 4-5 ايام، وفي نفس الوقت اجدد الميه نفسها وهكذا. وهي دي كانت الوحده بتاعتنا اللي هي اكوا 1 النهارده من عند الاستاذ اسامه، من عند الشرقيه اجدع ناس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تمام كده؟